ساحة الفنا مراكش سهرانة بالليل في أكبر ساحة للتجمع الفود تراك تقريبا في العالم. ساحة مسجد الفنا أكبر مكان تقدر تشوف فيه تجمع لعربيات أكل شعبي ومحلات عصير وحلقات للطرب والمزيكا والغنى والألعاب. المكان ده أثري يعتبر بقاله سنين طويلة جدا، وكمان تجمع ومقصد سياحي عالمي. مفيش حد ينزل المغرب في مراكش إلا لازم يزور ساحة الفنا، وهي أكتر بتشتغل بالليل وبتفضل سهرانة لغاية الصبح. ومن أهم زيارة لساحة الفنا إن أنت تتذوق أجمل الأكلات الشعبية هناك، وكمان بأسعار رخيصة جدا. بجد كانت جولة ممتعة، وتقدر تطلع أي قهوة من اللي موجودة هناك في دور علوي وتتفرج على الساحة كلها من فوق، وانت قاعد كده بتشرب كوباية شاي مغربي، وتلاقي الأنوار شغالة في مشهد ممتع. والجميل كمان إن الناس كلها قاعدة جنب بعض، هتلاقي الأجانب من كل جنسيات العالم قاعدين مع أهل البلد، وكلهم قاعدين بياكلوا جنب بعض. بصراحة مشهد جميل وزيارة ممتعة. مساء النور. احنا فين النهارده؟ احنا في اكبر ساحه في شمال افريقيا لساحه اكل شعبي مفتوح، ساحه الفنا في مراكش المغرب. هنشوف مساحه كتيره جدا اهوت في مراكش. معروف ان ساحه جامع الفنا من اكبر الساحات اللي موجوده، مفتوحه فيها اكتيفيتيز كتيره، فيها فود تراك شعبي جدا. الفكره بتاعت الفود تراك المتطوره اللي موجوده في امريكا وموجوده في اوروبا اللي احنا بنشوفها بدات من هنا، في اكبر سوق شعبي مفتوح للاكل. يلا بينا جوله مراكش جامع ساحه الفنا، يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده اهوت اكلات شعبيه المغربيه اللي موجوده هنجربها، وهنشوف حكايه حاج حسن الكيك زي ما احنا شايفين كده. عنده حاجات كده مميزه شبيهه بالحاجات عندنا في مصر. تعالوا نجربها ونشوف اخبارها ايه.
نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب.